عمر مرموش بيسجل قصاد ليون امبارح في اليوروبا ليج عشان يقدر يوصل للهدف رقم 18 ليه من اول موسم، والمساهمه رقم 29 ليه في 22 ماتش، عشان يبقى هو الاكثر مساهمه في الدوريات الخمسه كلها من خلال 18 جون و11 اسيست في 22 مباراه بس. وده رقم كبير جدا ومش سهل خالص ان هو يعمله واحنا في شهر 12. وعلى الناحيه الثانيه بنصحى بنلاقي محمد صلاح قدر ان هو يكسب جائزه احسن لاعب في الشهر لشهر نوفمبر في الدوري الانجليزي من خلال 4 تجوان واسيست في 3 ماتشات. بنلاقي كمان ان صلاح في شهر ديسمبر لحد دلوقتي في ماتشين قدر ان هو يجيب 3 تجوان واسيست، فصلاح مش بعيد عنه خالص الجايزه الشهر ده كمان. وكمان محمد صلاح بيحتل المرتبه الثانيه من حيث عدد المساهمات في الدوريات الخمسه كلها. وزي ما قلنا المرتبه الاولى هي لعمر مرموش، عمر مرموش المركز الاول، محمد صلاح المركز الثاني. مرموش 29 جول، محمد صلاح 28 جول. فاحنا كمشجعين بنعيش تقريبا اسعد لحظاتنا التشجيعيه في ظل وجود واحد زي محمد صلاح وواحد زي عمر مرموش اللي عاملين بدايه ولا اروع، وقادرين ان هم يوصلوا تقريبا للمساهمه رقم 30 واحنا لسه في ربع الموسم. فعلى اخر الموسم ممكن نلاقيهم وصلوا للمساهمه رقم 50 عادي جدا، وده رقم ما بيعملوش غير ميسي ورونالدو. ده غير ان احنا بنسبه 70% هنلاقي الاثنين مرشحين لجائزه البالون دور السنه الجايه، فهم لو فضلوا مستمرين بالاداء ده احنا هنلاقي الاثنين في من ضمن اول 5 في قائمه البالون دور. وبس كده، كمل بقى تقليد.